السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين وحبايبي ومتابعين قناة عائلة جوجو. ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهاردة مع بعض احلى صينية بسبوسة ممكن تعمليها في البيت ان شاء الله. كل حاجة هتبقى متوفرة عندك في البيت ان شاء الله. وقبل ما ابتدي معاكم الفيديو، لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل جرس عشان ينزل لكم كل جديد. طبعا بقى بما اننا يعني في الشتاء وعايزين كل يوم كده في القعدة بالليل كده حتة بسبوسة، حتة كيكة، اي حاجه كده مع كوبايه الشاي، حاجه كده الجسم بيبقى محتاج لسكريات بالليل. فاحنا هنعمل النهارده مع بعض صينيه البسبوسه ديت بكل سهوله. وقبل ما ابتدي بقى معاكم الفيديو، لايك وشير كده، واللي ما اشتركش في القناه يشترك عشان ينزلكوا كل جديد ان شاء الله. شايفين جمال البسبوسه عامله ازاي؟ حاجه كده اقسم بالله تحفه. لا تقولي لي بقى بتاعت المحلات ولا بتاعت معرفش فلاني ولا علاني، حاجه كده وهم الوهم. اول حاجه طبعا هنعمل الشربات بتاع البسبوسه. هنعمل بقى الشربات يا جماعه. هنحط الكوبايتين ونص ميه على كوبايتين ونص سكر. هو يعتبر كوبايتين على كوبايتين، بس انا بزود عندي عشان بعوز يعني الحاجه تانية، فانا عامله هنا كوبايتين ونص على كوبايتين ونص. فانت هتعملي كوبايتين سكر على كوبايتين ميه، وهتحطي بذره ملح وعصره ليمونه كيس فانيليا. بذرة الملح بقى يا جماعة في الشربات بتفرق جدا، وبتكسر حلاوة السكر، ما تخلوش ينحر في الأكل. وده كيس فانيليا اهوت كمان. هنحطه بقى كده ايه، هنعلق عليه على النار على طول، هنقيد على النار ونسيبه بقى ايه مع نفسه. يعني بعد كده عندي معلقتين لبن بودرة. ما عندكيش تستغنى عن الخطوة دي خالص، ده عشان عندي متوفر فانا زودته يعني من عندي. معلقتين لبن بودرة، وهحمرهم كده في الطاسة اللي معايا ديت، من غير اي زيت، من غير اي سمنة، من غير اي حاجة، كده يعني كده مع نفسهم كده لما ياخدوا لون كده ذهبي. والشربطة اهوت يا جماعة علقت عليه. وده ال اللبن. ايديكي فيه على طول، لان اللبن ده بيحمر على طول، لو سبتيه بيتحرق بسرعة. بس كده هعملهم كده. ومعايا بقى المكونات بتاعتي. معايا كوباية لبن اهوت، ومعايا كيس بيكنج باودر، ومعايا على فكرة دول 2 كيسين بسبوسة يا جماعة، مش كيس واحد. العيار اللي معايا ده عيار كيسين مش كيس واحد. دي كوباية لبن. مفيش لبن ممكن تستغني تجيبي رايب او زبادي بدل اللبن الحليبي، يعني ده انا عامله بحليب يا جماعه عشان متوفر عندي. ما عنديش حليب بجيب زبادي، او عندي زبادي بعمل بزبادي عادي، يا حليب يا زبادي. وعندي كوبايه سمنه هي كوبايه مش مليانه قوي يعني. نزل يعني كل الخليط ده هحطه على بعضه. كوبايه اللبن على كوبايه السمنه، كوبايه مش كبيره قوي. ومعلقه عسل ابيض. دي معلقه عسل ابيض يا جماعه. وبرده لو ما عندكيش عايزه تستغنى عنها عادي. بس كده اهوت. هحط كمان دي يعني بقيه المعلقه يا جماعه، هي معلقه واحده بس عشان بس لازق في المعلقه. واحط اللبن اللي انا محمراه ده، اللبن البودره يا جماعه. وانزل بقى بالبسبوسه بتاعتي اهيت. مش عايزه تحطي عسل ابيض او ما عندكيش ما تحطيش عادي. اهوت انا حطيت كيس ورجعت حطيت الكيس التاني يا جماعه، بس التصوير ما جابش. ده البيكنج باودر اهوت. وهقلبهم كلهم مع بعض، بس عشان ماسكه التليفون بايد وبصور بايد يا جماعه. دي عندي حته قشطه يا جماعه، حطيتها هيت عليها كمان. دي تزويده من عندي. ما عندكيش برضه عادي. بس طبعا حته القشطه دي بتفرق في الطعم جامد يعني في البسبوسه. هات يا جماعه كده القوام بتاعها. هو القوام بتاع البسبوسه الاكياس غير البسبوسه السايبه، او السميد السايب، بيبقى ده حاجه وده حاجه تانية. معايا بقى الصينيه بتاعتي دهنها طحينه. مفيش طحينة ممكن تدهنها سمنة. انا عندي الطحينة بحب ادهنها، الطحينة بتخلي لون البسبوسة حلو من تحت. بس كده نزلتها وهرزعها كده على الارض شوية اهوت. اخبطها كده على الارض عشان تتفرد معايا. دي قوامها بيبقى سايب شوية يا جماعة عن البسبوسة اللي هي السايبة. يا جماعة الشربات بتاعي بيغلي اهيت، بشتغل الريم اللي عليه. وكده اصلا انا طفيت عليه خلاص.
والبسبوسه بتاعتي طبعا حطها في الفرن وطلعت من الفرن اهيت يا جماعه. هسقي بقى بالشربات. الله على الريحه، الله الله الله. الريحه تحفه تحفه تحفه، اقسم بالله بسبوسه بقى، صينيه بسبوسه ولا كلمه. طبعا بتحطيها على نار هاديه يا جماعه في الفرن، ما بيكونش النار عاليه. في فرن البوتاجاز او الفرن الكهرباء او الفرن الغاز او اي فرن هو عندك انت بتحطيها على نار هاديه، ما بيكونش النار بتاعها عاليه قوي، عشان تستوي من جوه ومن بره. لونها كده من جوه زي من بره، زي من تحت زي من فوق. الشربات بتاع البسبوسه يا جماعه بيبقى سخن، والبسبوسه سخنه. البسبوسه طالعه من الفرن سخنه، والشربات منزلاه من على البوتاجاز بيغلي سخن. سخن مع سخن. الشربات بتاع البسبوسه انا عاملاه هو تقيل بس مش تقيل قوي. اهو يا جماعه بعد ما سقيتها بالشربات بقطعها. انا ما عنديش قطعه بسبوسه يا جماعه بقى، انا قطعت بالسكينه عادي. قطعتها اهيت. شايفين الجمال؟ اقسم بالله تحفه تحفه تحفه، وريحتها قلب الدنيا. والمن فوق زي من تحت زي من جوه زي من بره، اللون كلاته حاجه كده وهم. شايفين الجمال؟ شايفين البسبوسه شكلها عامله ازاي؟ والله تحفه تحفه تحفه، وبألف هنا وبألف شفا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.